ربما نترك الحديث عن تصوراتكم للمستقبل، ولكن قبل ذلك برأيكم يعني لماذا أصيبت دول الجوار والدول المعنية بحالة الصدمة وكأنها لم تكن تتوقع ظهور مثل هذه القوة المنظمة العسكرية، علما بأن هذه يعني الدول يعني العراق وسوريا سبق لهم وأن واجهوا منظمات مسلحة تحمل السلاح ولديها أيضا استراتيجيات قد تختلف فيما بينها، ولكنها عموما تشبه إلى حد ما استراتيجيات الدولة الإسلامية. هذه الدهشة والصدمة ما هو السبب؟ دكتور، أولا هذه ليست جماعة وليست منظمة، هذه يعني تنطبق عليها مواصفات الدولة، بمعنى أنه القاعدة كانت يعني تعتبر ضيفا عند طالبان في منطقة غريبة. حتى الفصائل المقاومة الفلسطينية كانت أيضا في أرض غير أرض فلسطينية، تحارب من أرض فيها أنظمة وأنظمة قوية، وهذه الأنظمة تتحكم فيها. نحن الآن أمام صورة مختلفة بالكامل. هذه الدولة إذا نظرت إلى القانون الدولي وتعريفاته لهذه الدولة تجد أنه ينطبق عليها بالكامل. لديها أرض ولديها مساحة كبيرة، نصف العراق ونصف سوريا تقريبا. لديها جيش، قوام هذا الجيش حوالي 100,000 مقاتل. لديها علم، لديها اللي هي بناء دولة اللي هي الهيكلية، عندها وزراء، عندها رئيس أو خليفة مثل ما يطلقون عليه، لديه نواب أيضا، وزير دفاع، متحدث رسمي، إعلام قوي جدا. والآن لديها عملة مثل ما تفضلت، سيسكون عملة من الذهب ومن الفضة ومن النحاس. فأعتقد أن كل المواصفات هنا تنطبق عليها، وأنا أتحدث هنا بصفة أكاديمية وليس بصفة يعني أنه محاولة أنه تمجيد هذه الدولة أو غيرها. فالقانون الدولي يقول أن هذه دولة وليست منظمة، أو تعريف الدول حسب هذا القانون ينطبق عليها، وهذا ما يؤدي إلى حالة الرعب الشديدة جدا التي تسود دول الجوار. دول الجوار هذه الدولة، يعني سواء في سوريا، سواء في العراق، سواء في المملكة العربية السعودية، سواء في الأردن، سواء في تركيا حتى، يعني رغم أن هناك من يقول بأن تركيا على علاقة جيدة مع هذه الدولة. لكن النقطة الأخرى الأساسية أن هؤلاء يعني على درجة تنظيمية عالية جدا. لما تقرأ هيكلية هذه الدولة، وانه يعني من الذي يقود، يعني الانطباع عند الناس انه هؤلاء يعني مجرد متطوعين بذقون طويله وذهبوا الى هناك يلبسون اللي هو اللبس الافغاني او ما شابه ذلك بنجابي، لكن هم غير هيك. يعني من يقود الدبابات، من يقود العربات المصفحه، من يحدد زوايا الصواريخ، من يحدد الخطط العسكريه. هؤلاء هم في معظمهم او نسبه كبيره منهم من فدائي صدام، من ضباط صدام الصغار الذين تركوا البعث، ايديولوجيه البعث، واعتنقوا الاسلام المتشدد واصبحوا الهيكل او العمود الفقري لهذه الدوله. نعم، استاذ عبد الباري، يطرح السؤال انه الدوله عاده عليها ان تكون مرسومه الحدود، ولكن هذه الدوله في دستورها بالمناسبه، اذا افترضنا ان خطبه البغدادي وضعت الأساس الأيديولوجي الشرعي لهذه الدولة بين قوسين، قال أن حدود الدولة الإسلامية تمتد إلى حدود الخلافة. ألا يعني ذلك أن هذا يعني مبالغة في قدرة هذه الدولة؟ حدود الخلافة الإسلامية كانت تصل إلى مشارف الصين وإلى وسط أوروبا وإلى آخره، فغياب الحدود المحددة ألا يفقدها الكثير من مواصفات الدولة؟ لا، يعني هو يفقدها مواصفات الدولة، لكن أيضا يعطيها مواصفات الإمبراطورية، يعطيها مواصفات الخلافة بشكل أو بآخر. يعني أنه مضبوط أنه هذه دولة تتوسع، هو شعارهم يعني ماذا يقول؟ باقية وتتمدد. يعني التمدد هنا جزء أساسي من استراتيجية هذه الدولة. التمدد يعني التوسع، يعني الوصول مثلا إلى فيينا. يعني أنا عندما كتبت مقالتي إذا لاحظت بالأمس قلت أنه لماذا روما؟ لأن الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية وصلت إلى فيينا، والأتراك استطاعوا أن يتجاوزوا أنا آسف، يتجاوزوا روما إلى فيينا. هذا ما حصل. فأعتقد أنهم يحلمون بأن يعيدوا أمجاد الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية،
ومثل ما تفضلت إذا استطاعوا الوصول إلى الصين فلماذا لا؟ إذا استطاعوا الوصول إلى يعني الأندلس، هم يتحدثون عن الأندلس واستعادة الأندلس والوصول إلى فيينا، فمن هنا تبدو المسألة متمددة مثل ما تفضلت.